السلام عليكم الإخوان. معكم منتصر الكرة ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو متنساوش تضربوا معكم واحد اللايك وتشتركوا في القناة وشي تعليق زوين. الدراري كنقرا كاع التعاليق ديالكم. اليوم ان شاء الله الدراري غادي نديرو تحليل للنهائي كاس افريقيا. زعما واحد صراحة ما درتش تحليل على ماتش نيجيريا والمغرب، ضيق الوقت الإخوان. دابا صافي ساليت لي زيكزام، ساليت كاع داكشي اللي كان معمر لي وقتي. ممكن الفيديوهات ننصحكم تمشيو تابوناو عندي في انستغرام، تما الدراري المحتوى هربان. نقول لكم كنحاول الدراري كل يومين كل نهارين، فدخلوا الدراري تما كيتابوناو عندي، راه جاي الحماق باذن الله. دونك الدراري اليوم ان شاء الله غنحاول نديرو واحد التحليل بسيط على لادفيرسير ديالنا السنغال. يعني قال اللي المدرب ديالهم هو اللي دا كاس افريقيا اللاعبين المحليين نسخه الجزائر اللي قبل من النسخه ديال تنزانيا اللي ديناها. المدرب ديالهم مدرب محلي بحت، مدرب اللي صراحه مدرب زوون، فكتجبد النجاحات ديالو. مدرب محلي بحال الركراكي. فصراحة كنا شفنا أنه السنغال كان عندها واحد التراجي اللي شبه ساهل ما عدا ماتش مصر، وشوية قد صعوبات مع مالي، وكان العموم قدروا أنهم يتأهلوا للنهائي. عندهم واحد الإفكتيف اللي هو واعر، اللي واقفة صراحة، لا من الدفاع لا من الهجوم لا من الوسط ديالها. في البداية غادي ندويو على القوة ديال السنغال، حيت أنها القوة ديالها كتكتمل حيت من ناحية الأظهرة ديالها كل من ديوف دياطا اللي كتعتبروا أظهرة اللي هما قوية بزاف، ولكن سر القوة ديالو هو ماني صراحة. ماني حيت انه كيولي كيدخل العمق وكيولي كيشكل واحد الخطورة في هاد الجهة، دونك هاد الجهة كاملة كتولي ديال ماني، وهنا كيشكل الخطورة. ولا شفتو اللي بيديرو ضد مصر فغتعرفوا انه التمركز ديالو في وسط الميدان كيخلق واحد الخطورة اللي هي كبيرة. كذلك عندهم التحولات الهجومية اللي خطيرة، صراحة من أخطر المنتخبات في التحولات الهجومية، حيت أنك راه فقدتي الكرة في المنطقة ديالهم تقبية باللي أنه غتشكل خطورة كبيرة عليك. ولكن لا خوف على الركراكي. شفنا في الماتشات الأخرى ضد كل من الكاميرون ونيجيريا كيفاش حجم الأجنحة ديال المنتخبات، لا من لوكمان لا من آدامز لا من مبيمو اللي كنا خايفين منهم، تبارك الله عليه. غا هو صراحة الخطورة الحقيقية كتبدا عندهم في هاد الجهة. هاد الثلاثي ديال ماني وغاي وديوف، الثلاثي صراحة كيشكلوا واحد الخطورة من ناحية التفاهم ديالهم، اللامركزية ديالهم، فإنهم كيشكلوا لك واحد الخطر اللي هو كبير. فنتمنى صراحة الحكيمي يكون متيقظ لهم بزاف، حيت غيلعبوا على الجهة ديالو. كل الدعم ليه إن شاء الله أنه يقدر يوقف، خصوصا أنه ولكن صراحة أكثر شي خصنا نعولوا عليهم اللي هو أكردو وماسينا، حيت الشماني غيولي كيدخل العمق، وتا العناوي غيولي كيعاون، دونك هجوميا غيشكل لنا ضغط. دون نيسيان كذلك اللاعب ندياي اللي تبارك الله عليه من أحد اكتشافات هاد كأس أفريقيا، ولا نجم لاعب إيفرتون، لاعب تبارك الله عليه كبير. ف ولكن كل الثقة في الحاج إن شاء الله مزراوي يقدر يشد. لك لاحظت صراحة اللي هو قوة الوسط من ناحية التسديد. منتخب السنغال هو أحد أقوى المنتخبات من ناحية التسديد من بعيد الفراط، فبونو غيكون عنده واحد المهمة صعبة، حيت أنك تقدر تخنقهم غيوليو كيشيريو عليك. وشفناهم الدراري كيفاش الخطورة ديالهم في التير. سجلوا عليكم من مالي السنغال بنفس الطريقة، سجلوا يا ربي على كل سجلوا عليكم من مالي ومصر بنفس الطريقة، فخاص صراحة غادي يكون صعيب بزاف. لذلك عندهم واحد التشابه ديال الأسلوب معانا، اللهم الاختلاف شنو هو في التوظيف ديال خط الوسط. التوظيف ديال اللاعب الوسط مختلف 180 درجة علينا حنايا، حيت حنا كنلعبوا بكاستر واحد وجوج كيكونوا قدامه، على العكس ديالهم هما كيلعبوا بجوج كاستورة اللي كيعاونوا بزاف في الوسط الثالث. فكيكون ديما واحد بحاش غادي نقولوا واحد واحد التغير المراكز بين هاد الثلاثة، يعني كل مرة كتلقى واحد شد شي جهة، فخصنا نحضروا ضروري من هاد الثلاثي. كذلك ما نساوش انهم عندهم واحد الدكه اللي هي قويه بزاف، عندهم بعض اللاعبين مثل ديامباي وكذلك صار اللي كيلعب في كريستال بالاس، فصراحه كيدكاهم راه قوي منا بزاف صراحه. هادو صراحه هما نقاط القوه اللي لاحظتهم على المنتخب السنغالي، شي حاجه اخرى ما كنظنش. دابا ندوزو نقاط الضعف اللي لاحظت صراحه عليهم. نقطه خصنا نستغلوا صراحه هما انهم لعبوا 6 الماتشات في نفس الملعب، يعني لعبوا في طنجة 6 الماتشات ديالهم كاملين. حنا عاوتاني لعبنا 6 الماتشات ديالنا في الرباط، فغادي يكون داك اختلاف الاجواء على المنتخب السنغالي. فلا فلا قدينا ان شاء الله اننا نستغلوه، فراه غادي نضربوهم باذن الله. كذلك خصنا نستغلوا الدراري، غياب كل من ديار اللي غيتعوض بصار، وغياب كذلك القائد ديالهم كوليبالي اللي غتكون ضربه ليهم. الناس اللي تفرجوا في ماتش السنغال
والسودان فين كان كوليبالي غاب، فشفنا أنه الدراري كيفاش أنه السودان مابقاش ماركي، ولو كان عنده واحد الكاليتي دو جوار اللي واعرة كان يمكن لها تضرب السنغال. فنتمنى إن شاء الله نستغلوا صراحة الغياب ديال جوج لعابة. كذلك لاحظت أنهم في وسط الميدان بين الدفاع ووسط الميدان عندهم داك التشتت التمريرات، ما كيعرفوش يباسيو ولا ديك الأنانية كتغلب عليهم، فخصنا نستغلوا عن طريق الضغط العكسي في هاد المنطقة ديالهم، وإن شاء الله أننا بداك الضغط العكسي نبنيو هجمات وبإذن الله نماركيو عليهم. صايق إن شاء الله الدراري هاد الماتش مربوح بإذن الله. كذلك الدراري عندهم مشكل مع لي بلوك با، حيت أنه اون فوا صراحة كتسد عليهم اللعب وكتلعب بلي كونتر، فتقبية السنغال كتولي كتضرب بواحد السهولة وبواحد السلاسة. كذلك إن شاء الله اللي نتمنى أنها تنفعنا، حنا واجهنا كل من نيجيريا والكاميرون، فمنتخب السنغال على طول البطولة ما لقاش شي منتخب اللي قوي واللي كان ليه الند اللي الند. ومصر راكم شفتوا مصر بات بواحد الأداء اللي باهت ضد السنغال، فكنتمنى إن شاء الله أننا نقدروا نستغلوا صراحة هادشي. صراحة هادشي هما نقاط الضعف نقاط القوة اللي لاحظت على المنتخب السنغالي، فنتمنى إن شاء الله أنهم نربحوهم. خاطر شخصيا ديال التشكيلة اللي كنتوقع غادي يدخل بها المدرب ديال السنغال، حيت أنه غادي يدخل في حراسة المرمى باللاعب مندي. بالنسبة للأظهرة ديالهم غيكون كل من دياطا وديوف. الثنائي الدفاعي غيكون ياكاطي وكتعوض الكوليبالي اللي غادي يغيب بسبب تراكم الانذارات، وغادي يلعب المدافع ساكي اللي قدم ماتش متواضع ضد السودان. كذلك الدراري الثلاثي خط الوسط غيكون متكون من لاعبين كاي وفي ظل غياب اللاعب ديارة بسبب الإيقاف، فكنتوقع أنه غادي يدخل بصار كوسط ثالث. بالنسبة للهجوم فكنتوقع كل من دياي وماني يلعبوا البطولة كاملة، وغادي يبدا على ما كنظن جاكسون اللي بالنسبة لي ما نخافوش منه، حيت جاكسون من أصل 5 د الهجمات يلاه غيقدر يترجم لك مثلًا واحد الفرصة وحدة اللي غادي تكون بيت اللي غتماركا علينا. فجاكسون صراحة بالنسبة ليا ما غنخافوش منه. فبالنسبة صراحة لنقاط الضعف المنتخب اللي خانعيني هو الإرهاق البدني. لعبنا ماتش مصيري ضد نيجيريا، نتمنى صراحةً أنه سوى الركراكي ما يكونش اللعابة ديالو تأثروا ويكون المعد البدني يعرف كيفاش يخدم مع اللعابة. كذلك الدراري نتمنى أنه إن شاء الله الكعبي والهجوم يكون شوية فايق قدام المرمى ديال الخصم اللي هو مندي. شفت في الماتش ديال نيجيريا جاونا بزاف د ليكوز باش نماركيو، ولكن ما درنا صراحةً، بقينا كنضيعوا بشي طرق شنيعة اللي حشومة كاع ضيعهم. نتمنى الكعبي يكون فايق في هذا الماتش. الماتش ديال نيجيريا ما عجبتنيش اخويا الكعبي، واخا كنتي كتبريسي وكدير اللي عليك، نتمنى صراحة انك صافي كرة كتشم ريحة البيت راه خصك تماركي، فكل الدعم ليك. كذلك اليوم شفت الدراري انه كاين شكوك حول مشاركة دياز كان تدرب بوحدو. نتمنى ان شاء الله يكون ما طرا له والو. دياز لاعب مهم ونجم هاد كاس افريقيا بامتياز. ان شاء الله التوقع ديالي انا غادي نربحو بواحد الزيرو، هذا هو التوقع ديالي باذن الله. فنتمنى ما يخيبنا السيد ربي غدا. ماتش غدا غيكون صراحة مصيري، ف الله يدير شي تاويل الخير. صراحة متحمس بزاف. هادشي اللي كنظن كان عندي في هاد الفيديو. حاولت نحلل شوية الادفيرسير ديالنا السنغال وصافي. فهادشي اللي كان معكم منتصر الكرة ان شاء الله.